كثيرا من الناس يخلطون بين القصر والجمع، يظنون أن القصر والجمع شيء واحد. صحيح. وأحيانا يعبرون عن الجمع بالقصر، وهذا خطأ. القصر معناه صلاة الرباعية 2، صلاة الظهر والعصر والعشاء، والقصر لا يجوز إلا لصنف واحد من الناس لا ثاني له، وهو المسافر. فقط في حال السفر يجوز أن تقصر، بل هو من السنة، بل جمهور أهل العلم يرى أن القصر للمسافر عزيمة وليس رخصة، يرى أنه واجب، وأن الإنسان يأثم لو يعني أتم الصلاة الرباعية. ولو الصحيح أنه لو أتم يجوز وتصح صلاته، لكنه خالف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث واحد مع كثرة أسفاره أنه أتم الصلاة الرباعية في السفر، وإنما كان يصلي قصرا حتى توفاه الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. أما الجمع فمعناه أن تضم الصلاتين في وقت إحداهما، تصلي الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا. والجمع يجعل وقت الصلاتين واحدا. مثلا إذا كنت مسافرا تقصر وتجمع أيضا إن شئت. جميل. إذا كنت مريضا لك أن تجمع، لأن الجمع ليس خاصا بالسفر، فكلما شق على الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها جاز له الجمع، مثل المسافر، مثل المريض، مثل من به حدث دائم كمن به سلس بول أو استطلاق ريح أو استحاضة أو ما أشبه ذلك، كل هؤلاء يجوز لهم الجمع. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين. في المطر الشديد، في البرد الشديد، في الثلج الشديد، في البرد الذي يكون معه رياح شديدة ويتأذى بها الناس، كل هذه يجوز فيها الجمع. قد يكون الإنسان أحيانا يجري عملية صحيح لنفسه أو طبيب يجريها لمريض قد تستمر لساعات، ليس يقصر، يجمع بين الصلاتين للحاجة، يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أحيانا يدخل في اختبار طويل، خاصة في غير الدول الإسلامية لا يبالون كما نعرف، أنظمتهم لا تراعي هذه الناحية. قد يستمر الاختبار لمدة 3 4 5 ساعات. نقول إذا كان فعلا لا تستطيع أن تصلي الظهر في وقتها أو العصر في وقتها، اجمعها، جمع تقديم وجمع تأخير، هذا أيضا من الأعذار. إذن كلما شق على الإنسان يصلي الصلاة في وقتها جاز له أن يجمعها مع الظهر، وإن كانت صلاة المغرب والعشاء يجمعها مع أختها، يعني الجمع بين الظهرين أو بين العشاءين. هذا هو الجمع، وهو بحسب الحاجة كما